يا جماعة استغفر الله استغفر الله استغفر الله. هذا الذكر بحد ذاته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استغفر الله جعل الله له، شوف، 3 أشياء: من كل هم فرجا. عندك هم يا أخي استغفر، عندك ضيقة صدر الآن، ومن كل ضيق مخرجا. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ورزقه من حيث لا يحتسب. رزق ويفرج عنك الكرب وينفس عنك الهم بمجرد أن تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. هذا لمن؟ قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق ايش؟ فرجا، ومن كل هم مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. أيعجز أحدكم، يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكسب 1000 حسنة؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فليقل 100 مرة سبحان الله سبحان الله سبحان الله. قولوها يا جماعة. تدرون ايش معنى سبحان الله؟ هي تنزيه لله، يعني ما أجملك يا الله، ما أعظمك يا الله. حنا لو شفنا شيء حلو شو نقول؟ سبحان الله. حلو صح؟ الله يستحق التنزيه. فإذا قلت سبحان الله سبحان الله سبحان الله تقولها كم مرة؟ يخبرك عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا قالها مجرد 10 مرات صارت له 1000 حسنة. 1000 حسنة. كم تأخذ؟ خلنا نعدها، يلا عدوا معي. سبحان الله 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 سبحان الله. كم؟ نص دقيقة أقل. يعني لو أردت أن تذكر الله 100 مرة سبحان الله سبحان الله، ستجد أن الله جل وعلا أعطاك الشيء الكبير. الذاكر لله يجد نفسه في بركة. ولذلك اسمعوا هذا القول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. اللي يروح